عميد الكلية، السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمناصب، يسعدنا ويشرفنا أن يتجدد لقاؤنا بكم في هذا المحفل العلمي الكريم عاما بعد عام، وهذا ما يدل على نعمة الصحة والعافية التي نحمد الله عليها، كما يعكس روح الاستمرارية والتعاون العلمي الذي يجمعنا تحت راية واحدة هي راية المعرفة والبحث الأكاديمي الجاد. إن مؤتمر الدراسات المقارنة الأدبية واللغوية والنقدية المقارنة يتميز بندرة اختصاصه، وهذا ما يمنحنا تفردا وخصوصية من حيث نوعية الموضوعات وأيضا عدد الباحثين المتخصصين المشاركين فيه. وقد أسهم هذا التميز في ترسيخ مكانته بين المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجها، وإن شراكتنا المثمرة مع جامعة واسط كان لها الدور الفاعل في الحفاظ على هذا التميز من خلال احتضانها الدائم للبحوث النوعية وحرصها على أن يكون هذا المؤتمر منبرا للنوادر العلمية في مجاله. نتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة واسط ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عباس لفتة، ولمعاون رئيس الجامعة الدكتور صبيح لفتة، وإلى عمداء الكليات وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمود القريشي والسادة معاونو العميد، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور ناصر والي الركابي. كما أشكر بالخصوص دكتور محمد الصويطي ودكتور علي فاضل ودكتورة نسرين وكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر واستمراره من أساتذة وباحثين ومنظمين، سواء بالكتابة أو التوجيه أو التنظيم أو الدعم، وعذرا للأسماء المساهمة من دكتورنا الفاضل دكتور رعد. وشكر خاص نوجه إلى اللجان العلمية والتحضيرية والمالية ولجنة الاستقبال على جهودهم التي لا تقدر بثمن. لقد تشرفت باستلام راية العلم من أستاذي المرحوم الأستاذ الدكتور داود سلمون الذي كان علما من أعلام اللغة والأدب، ومن أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور صبحي ناصر حسين أطال الله في عمره. واليوم بكل فخر أكمل هذه المسيرة العلمية المباركة، وحرصا على حمل الأمانة ومواصلة البناء الأكاديمي بكل كفاءة واقتدار. وختاما نأمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في الأعوام القادمة بإذن الله العلي الأعلى، مع خالص التقدير والاحترام لجميع المشاركين والحضور.